اهلا بيكم حبايبي. وبديل العيش الفينو او العيش الشامي او عيش سندوتشات المدارس، هقول لكم ازاي تعملوه ناشف ومقرمش وازاي تعملوه طري من غير فرن بطريقه سهله جدا وبسيطه وناجحه مليون في الميه. جربوا الطريقه وان شاء الله هتدعوا لي عليها. واجمل اجمل عيش ممكن تعمليه، ينفع للمدارس وينفع للاكل وينفع لاي وقت. نضيف بكوبايتين دقيق عملنا الكميه الكبيره اللي انتم شايفينها دي. هقول لكم السر، دي صحي جدا، عيش صحي جدا بمكون عندنا في البيت. ان شاء الله هتدعوا لي عليه. يلا مع بعض نشوف الطريقه والمقادير. وما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك وتشوفوا العيش منفوخ وقابب ازاي ومقرمش كده ومحتفظ بالنفخان كده لاخر واحد، هو تاكله طبعا في ساعتها. هقول لكم دول كوبايتين دقيق، على فكره اقل من ربع كيلو. معايا هنا بولة العجان او اي طبق، حطيت فيه كوبايتين دقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه سكر، ربع معلقه ملح. يبقى معلقه خميره، معلقه سكر، ربع معلقه ملح، معلقه سكر من بتاعه الشاي. خلاص، وهحطهم كده، هلفهم لفه كده بالمكسر او بمعلقه كده بايديكي. مش محتاج عجان اصلا، يعني سهل جدا وبسيط. المكون السحري اللي هحول الدقيق الابيض لدقيق صحي: الخميره، ال الرده. حطيت تلت كوبايه رده، تلت كوبايه رده العاديه اللي بتتجاب من العطار. حولت لي كده الدقيق لدقيق اسمر ودقيق صحي، ونسبه رده عاليه فيه يديك احساس بالشبع، وفي نفس الوقت امن عن الدقيق الابيض، وفي نفس الوقت كمان بينفش في البطن وبتملى البطن بسرعه. عجنتهم بكوبايه لربع ميه لكوبايه ميه، حسب ما العجينه تبقى معاكي طريه وبتلزق في الايد وفيها مطه كده من اللفه في العجن. خلاص، سبتها ترتاح نص ساعه، عليت قطعتها كور كده قد البيضه. طلعوا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. فرشت رده خفيفه وجبت صينيه هنا فيها دي على رده كده. هستعملهم عادي، يعني مش هاخدهم ولا حاجه، انا هفرد عليهم. خلاص سبتهم، لو سبتيهم انت يرتاحوا 10 دقايق يبقى افضل، بس انا عشان بعمل على طول. بدات افرد كده، ارش تحت رده خفيفه والوش دي خفيف. خلاص، ان شاء الله هعمل معاكم العيش السن المقرمش ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله، وهيعجبكم جدا. هتعملوه في البيت، الغالي قوي بره ده، وهنخس من غير ما نشتري ولا نتعب نفسنا. بدات افرد كده العيش قد العيش الشامي كده واكبر منه شويه اللي بيتباع بره. خلاص، ولو لقيته مش راضي يفرد معايا عشان ما ريحش، برجعه وبرجع له تاني، يعني بسيبه في جنب واقوم راجعه له تاني. كده سمك رقيق كده، بس مش رقيق قوي، عشان انا عايزه يبقى فيه ايه، طبقه ملدن كده شويه، بحيث لو عملتيه سندوتشات للولاد في المدرسه يبقى في حاجه يقطموها، مش حته ناشفه ببقهم. خلاص، خلصت الكميه كلها كده، وبدات افرد على الصينيه اللي انا عاملاها، واحط فوطه واحط الطبقه التانية بين الفوطه. كده خلاص خلصتهم. هاسيبهم يرتاحوا ربع ساعة كده ونروح نسوي مع بعض بقى. جبت أي مقلة على النار أو طاسة تاخد معايا بس أكتر من حاجة علشان ما أعملش مرة واحدة. وهنا سخنت واحدة تانية احتياطي علشان تعمل معايا. جبت أسخن قوي وقمت بدأت أحط كده زي ما انتوا عاملين على نار متوسطة. مش واطي قوي، لو واطي قوي هيغيب معاكم. خلي ناركم متوسطة، العيش بيحب النار المتوسطة أو العالية، بس نخلينا في الأمان على العالية، على المتوسطة. اول ما يبدا يتشمع كده واحس بدا يقب، بقلبه على الناحيه التانية. واقلبيه بقى مره والتانية والتالتة، وخلاص كده، يعني مره والمره على الناحيه التانية ورجعيه تاني. بس بيقب معاكي كله كده بالواحده، ما فيهوش غلطه. بس طبعا العيش اللي بيقب على النار من فوق عشان طري، بتطلعيه تحطيه بين فوطه وتغطيه، بيبقى طري كده وتعمليه سندوتشات. طب انا عايزه اكل العيش ده مقرمش ونافش ومنفوخ كده، اكل بيه ملوخيه، اكل بيه اي حاجه. اعمل ايه؟ احطه في الفرن، اولع الفرن النار هاديه. اول بس ما اشيله كده وهو منفوخ احطه في الفرن، اولع الفرن يسخن قوي واحطه على نار هاديه فيه كده، هيبدا يعني سخونيه الفرن هتنشفه ويقب. او الناس كتير بقى دلوقتي عندها الاير فراير، انا باخده بعد ما يستوي على النار واحطه في الاير فراير 5 دقايق على درجة حرارة 180، يبقى عامل كده. هتسيبيه أزيد من 5 دقايق هينشف قوي بقى ويبقى مقرمش كده وحاجة وهم يعني. جربوا الطريقة دي مش هتندموا أبدا عليها. عيش صحي، عيش خفيف، عيش ينفع معاكي سندوتشات والاكل البيت. لو مزنوقه في عيش قومي اعمليه، اصح من ما تجيبي عيش وتقومي عاملاه عيش فينو ويبقى فيه ده سمنه وفي حاجات ويبقى تقيل، واحنا مش ناقصين يجيب خمول للولاد في المدرسه.
فلما نديهم عيش من ده، عيش صحي، هيديهم احساس بالشبع. طبعا لو حطيت رغيف كده لاولادك في الفطار او في العشاء منفوخ كده، هيحبوه ويفرحوا بيه قوي. ولو